السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي حازم علام الدين. النهاردة بنتكلم في سلسلة من الفيديوهات عن الأبراج، وهنتكلم عن إزاي تخلي برج الجوزاء يحبك. وإن شاء الله في السلسلة دي هتشوفوا برضو فيديوهات تانية عن كل برج، إزاي تعرف مفاتيح الحب لكل برج من الأبراج دي، وإزاي تقدر توصل لعلاقة ناجحة مع كل برج من الأبراج اللي هنتكلم فيها. برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا هو من الأبراج اللي بتتعب ناس كتيرة في التعامل معاها، نظرا لأنه دايما الناس بتحس مع الجوزاء بفكرة تقلب المزاج وفكرة المود سوينجز أو تغير المود، أو بيحسوا كمان إن هم بيتعاملوا مع أكتر من شخصية، وده راجع لطبيعة الجوزاء اللي دايما بيتحرك ممكن في خلال اليوم الواحد ما بين أكتر من مود شعوري، وما بين أكتر من انفعال، وما بين أكتر من حالة، وما بين كمان أكتر من شخصية. طيب انت علشان تكون في علاقة عاطفية ناجحة مع برج الجوزاء لازم تكون انت فاهم الخلفية دي، ولازم تكون فاهم الشخصية دي، وبالتالي لازم تشوف ايه الطرق اللي تخليك تقدر تجذب برج الجوزاء ليك وما تبعدوش عنك. طبعا مع روح المغامرة اللي موجودة عند برج الجوزاء، كتير من الأبراج بتشوف إنه الجوزاء عرضة لأن هو يكون متعدد العلاقات، خصوصا بالنسبة للرجالة، أو كمان بتشوف إن هو سهل إن هو يمل من العلاقة خصوصا بالنسبة للستات. فإذا بالتالي أنت في التعامل مع الجوزاء محتاج تكون متجدد، محتاج تكون مثقف. أيوة، محتاج تكون مثقف، لأنه الجوزاء هتلاقي إن هو دايما مطلع على مواضيع كتيرة، وبيقدر يتكلم في مواضيع كتيرة، وعنده أفكار في مواضيع كتيرة، وده جاي طبعا من روح الفضول اللي موجودة عند الجوزاء، ورغبته دايما في اكتشاف الكثير والكثير من المعلومات. مش بس كده، الجوزاء كمان بيحب ان هو يشارك المعلومات دي مع الناس القريبين منه، وخصوصا الناس اللي بيحبهم. فكل ما لقيت الجوزاء بيتكلم معاك، وكل ما لقيت الجوزاء بيعبر عن مشاعره تجاهك بان هو بيشاركك في افكاره وبيشاركك في ارائه، اللي انت ممكن لو انت ما تعرفوش تفتكر ان هو بيستعرض عليك بعلمه او بمعلوماته، ولكن في الحقيقة ان ده مش بيكون هدف برج الجوزاء. هدف برج الجوزاء من ده بيكون ان هو بيقربك من العالم بتاعه، وبيحب ان الشخص اللي قدامه كمان يكون ذو فكر ويكون عنده رأي. فكل ما هتكوني انت مثلا كست لو في علاقة مع حد من برج الجوزاء، كل ما هتكوني قارئة جيدة، عندك آراء وأفكار في الحياة، إنسانة غير سطحية، كل ما ده هيساعدك على النجاح في علاقتك مع برج الجوزاء، لأنه هيحب التفاعل ده، هيبقى حابب إنه يتكلم معاكي. والكلام عند الجوزاء هو علامة من علامات الحب. يعني كل ما الجوزاء اتكلم، كل ما الجوزاء قال لك أفكاره، كل ما الجوزاء شاركك في الحاجات اللي بيفكر فيها وبيحبها، كل ما شاركك بآرائه، كل ما ده كان دليل على حبه. وكل ما كان الجوزاء صامت معاك، سارح، شارد الذهن، مختفي، كل ما ده كان دليل على ان الجوزاء عنده مشكلة في العلاقة معاك. المفتاح من مفاتيح ازاي تخلي الجوزاء يحبك هو كمان متعلق بترك مساحة من الحرية للجوزاء. الجوزاء برج هوائي زي ما احنا عارفين، برج بيحترم جدا الحرية والقدرة على ان هو يحلق ويطير من غير ما تحبسه في قفص. فصعب جدا لو انت مثلا مرتبطة او متجوزة راجل من برج الجوزاء ان انت تنتظري منه ان هو يكون راجل بيتوتي. استحالة الجوزاء يكون راجل بيتوتي، لانه اجتماعي، عنده اصدقاء كتير، عنده علاقات كتير، فبالتالي هيبقى حابب ان هو بيلاقي نفسه وبيستمد طاقته من وجوده في هذه الاجواء الاجتماعية. شطارتك انت ايه بقى في الموضوع ده؟ ان انت تكوني جزء من الحياة الاجتماعية الخاصة ببرج الجوزاء. يعني تعرفي اصحابه، لو امكن انه يبقى تخرجي مع اصحابه وتكون خروجات مثلا عائلية. كل ما هتقربي من مجتمع الجوزاء،
كل ما هتقدري تلاقي نفسك بتقضي وقت اطول معاه وتستمتعي بالحب وتجذبيه اكتر ليك، لانه بالنسبه له هيبقى انتوا الاثنين باكج، انتوا بالنسبه له هتبقوا انتوا الاثنين حاجه واحده. طيب لو انت راجل ومتجوز ست من برج الجوزاء، لازم تقدر ان هي ست مبدعه خلاقه مثقفه، هتشرفك قدام الناس بانها متحدثه لبقه. ما تغيرش من ده وما تنفسنش من ده وما تحقدش على ده، بالعكس اديها الحريه اللي هي محتاجاها، اديها المساحه اللي هي محتاجاها. الجوزاء زي ما قلنا من شويه، وان كان ممكن بيوصف ان هو سهل ان هو يكون متعدد العلاقات، الا ان هو مش برج خاين، مش برج غدار، مش بالعكس، لانه برج حساس في النهايه، برج بيفكر في اللي قدامه، بيفكر في مشاعر اللي قدامه، وبيفكر 1000 مرة قبل ما يأذي اللي قدامه. فبالتالي هو مش هيحط نفسه ولا هتحط نفسها في الموقف ده. ولكن هو لو انخرط في علاقة موازية في أثناء علاقته الرئيسية، ده بيكون رغبة منه يا إما في الاكتشاف، يا إما رغبة منه في الخروج بره قفص هو اتزنق فيه واتحط فيه في العلاقة اللي هو موجود فيها. ولكن ألطف وأجمل حاجة في الجوزاء إنه لما بيحس إن هو خلاص مش قادر يستمر أو بيكمل بسهولة جدا، هو يعني قرار الانفصال عند الجوزاء وقرار البعد عند الجوزاء ما هوش قرار صعب، قرار بيقدر ياخده. في أبراج تانية ممكن تكمل وتصمت وتسكت، الجوزاء لا، لأنه الجوزاء زي ما قلنا بيحترم حريته، وكمان بيبص قوي لشريط حياته، بيبص لوقته، بيبص لعنصر الوقت. فهو مش بيبقى مستعد انه يضيع وقت في علاقة هو شايف ان هي محكوم عليها بالفشل. فوجودك في الاجتماعيات الخاصة، وجودك كجزء من حياة الجوزاء وتفهمك ان الجوزاء كائن اجتماعي بطبعه، ده هيقربك من برج الجوزاء وهيخلي الجوزاء كمان يقرب منك. من الحاجات التانية اللي انت محتاجة مع برج الجوزاء ان انت تتقبل فكرة تغير المزاج عند الجوزاء وروح المغامرة. ودي من طرق تعبير الجوزاء عن الحب. يعني هتلاقي الجوزاء لو بيحبك هيقول لك تعالى ده انا لقيت مطعم جديد عايز اجربه، ده انا لقيت كافيه جديد عايز اجربه، ده انا لقيت مكان جديد عايز اروحه. لو الجوزاء عمل معاك كده اعرف ان هو فعلا بيحبك وعايزك تكون بارت وعايزك تكون جزء من الاكتيفيتيز اللي هو بيعملها، لان ده بالنسبه له حاجه برضو بتسعده ان هو يكتشف اماكن جديده ويكتشف حاجات جديده برضو متعلقه بروح الفضول اللي موجوده عند الجوزاء. وبالتالي انت كمان او انت كمان علشان تجذب برج الجوزاء ليك لازم انت كمان تكون عندك الروح دي، تقول له او تقول لها او تقولي له تعالى نشوف، ده انا لقيت مكان جديد ممكن نجربه، تعالى نخرج خروجه حلوه. تبقى انت بتديله افكار تنعش يعني روح الفضول اللي عنده وتجذبه. لكن لو انت يعني هتبقى بتزنق الجوزاء على طول في نفس المكان هيمل وهيزهق. وفي كلمة الملل هي من الحاجات اللي ممكن تقتل اي علاقة بالنسبة لبرج الجوزاء. ولكن هنلاقي ان برضو مع انه برج الجوزاء بيحب الاكتشاف وبيحب ان هو يروح اماكن جديدة ويكتشف اماكن جديده، هنلاقي ان مع ده برضو الجوزاء بيحب ان هو يكون ليه مكان خاص بيه، مكان هو بيرتاح فيه، مكان بيروحه باستمرار. بقدر الامكان خليك جزء من المكان ده، خليك فاهم ان الجوزاء كمان على قد ما هو اجتماعي وموجود وسط الناس، الا انه هتلاقيه على النقيض من كده تماما، اوقات بيحب ينزوي ويكون لوحده. ما تضغطش على الجوزاء، ما تحاولش تحبس وتسجن الجوزاء، ما تقولش للجوزاء المجتمع بيقول كده او القانون بيقول كده او العرف بيقول كده او التقاليد بتقول كده. ما تقولش للجوزاء تابوهات، لان الجوزاء ضد اي تابوهات موجوده. الجوزاء عنده فلسفته الخاصه في الحياه واراءه الخاصه في الحياه، فهو ما بيعترفش، هو دايما زي ما بنقول كده ايه ريبل او متمرد على اي مجتمع هو موجود فيه. هتلاقي الجوزاء دايما شخص مختلف عن السائد، مختلف عن الدارج. فما تقولش انت للجوزاء لا خليك مع الدارج وخليك مع القطيع، لان هو عمره ما هيكون موجود في المكان ده. في نفس الوقت اوعى تشك في الجوزاء، اوعى تحط الجوزاء تحت الميكروسكوب او تحت المراقبه، لانه ده برضه هيخنق الجوزاء وهيضايقه. وبل بالعكس، ده هو يعني ممكن يعند اكتر. بالعكس، ادي الجوزاء ثقة، ادي الجوزاء اطمئنان، ادي للجوزاء امان، خلي الجوزاء هو اللي يجيلك. ما تضغطش انت على الجوزاء وما تكونش انت اللي بتحبس الجوزاء جوه السجن بتاعك، لان دي مش هتكون علاقة سوية ولا ناجحة. وده مع اي برج من الابراج.
شاركوني بالتعليقات في علاقاتكم مع الجوزاء، الكلام ده صح ولا لا؟ والسلام عليكم.